السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا. تتمة للفيديو السابق، وللإشارة فقط في إطار القرار الذي اتخذته أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية في قضية السيادة الكاملة للمغرب على أراضيه الصحراوية. فقد أكدت صحيفة إلبايس الإسبانية السبت الماضي أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء شكل أكبر انتكاسة للبوليزاريو منذ اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991. هذا من جانب. كما سجلت اليومية أنه منذ سنة 2007 حين قدم المغرب للأمم المتحدة مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، توقف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن استخدام كلمة الاستفتاء في قراراته، وغير ذلك حرفيا، واصفا مقترح الحكم الذاتي ذي المصداقية والبراغماتي والواقعي. وبهذه الطريقة، تقول البايس الإسبانية، دعمت الأمم المتحدة منذ عدة عقود موقف المغرب من قضية الصحراء. هذا انتصار ونجاح كبير حصلت عليه الدبلوماسية المغربية قبل صدور القرار الأمريكي الذي يقر بالسيادة الكاملة للمغرب على أراضيه الصحراوية. فالحمد لله. والجديد أنه رسميا نشر مرسوم رئاسي يقضي بالاعتراف بمغربية الصحراء بالسجل الفيدرالي الأمريكي، والذي يعد بمثابة الجريدة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما ينص هذا المرسوم على قرار الولايات المتحدة بفتح قنصلية بمدينة الداخلة تقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تجسيدا لهذه الخطوة السيادية الهامة والمتعلقة بالاعتراف بمغربية الصحراء. إذن فالقرار أو قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على أراضيه في الصحراء المغربية له تبعات اقتصادية واجتماعية وإلى غير ذلك. وكما سبق وقال السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في هذا الإطار، قال بأن الرئيس دونالد ترامب لم ينم ويستيقظ فقرر أن يصدر هذا القرار. لا، بالعكس، فقد كانت هناك مشاورات، وكان هناك مد وجزر، وكان هناك مجهود كبير قام به المغرب، والدبلوماسية المغربية مشكورة على هذا، وعلى رأسها صاحب الجلالة نصر الله. إذن فهذا نجاح كبير، ونجاح سوف يعود بالمغرب والحمد لله بالتطور على أصعدة متعددة، وعلى رأسها التطور السياسي أولا، ثم الاقتصادي، وثم العسكري كذلك. فمن جانب آخر، قامت ممثلة الولايات المتحدة الأممية بتوجيه رسالة إلى هيئة الأمم المتحدة بخصوص إعلان اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية من خلال ممثلها في الهيئة. كما راسلت السفيرة الأممية الأمين العام بالأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن جيري ماتيوس ماجيلا، وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت اتخاذ الاعتراف الأمريكي
بسيادة المغرب على الصحراء المغربية كوثيقة لمجلس الأمن. انتصار، إنه انتصار بكل صدق، انتصار كبير يحققه المغرب على جميع المستويات. فلنكن متفائلين ولا نصغي إلى من يبخس ومن يقلل من هذه الإجراءات وهذه التحركات. تحركات كانت مجدية، كانت منفعة، واستمرت لمدة طويلة وبمجهود كبير. فسبق وقلنا هذا الكلام وتحدثنا عنه في الفيديو السابق. لاستئناس فقط، هذه إشارة للاستثناء. عبرت مصادر موالية للنظام الجزائري عن تخوفها من نقل قاعدة عسكرية أمريكية من أوروبا إلى الصحراء المغربية، معتبرة الخطوة بمثابة تهديد حقيقي للجزائر. كما عبرت مصادر عن إمكانية تدشين قاعدة عسكرية أمريكية في وقت قريب بالتزامن مع إطلاق مشاريع استثمارية أمريكية كبرى في المغرب. فالحق يقال أن المغرب ظل وفيا، أقولها وأكررها ونكررها نحن المغاربة وبافتخار، المغرب ظل وفيا للمعاهدات، للعلاقات التي تجمعه مع الأصدقاء والإخوة العرب. المغرب دافع ودافع ويدافع دائما عن القضايا العربية ويضحي، والحمد لله في آخر المطاف يجني ثمار هذه التضحيات وهذه المساعدات. والويل ثم الويل لمن خان ولمن عبر عن حقده وضغينته وحسده إلى هذا البلد. فالحمد لله. وللمزيد، فقد تمت استقالة السيد شوستر. ومن هو هذا شوستر؟ هو رئيس أكبر هيئة داعمة للبوليزاريو في البرلمان الأوروبي. لقد قدم استقالته. لماذا؟ احتجاجا على مسؤولية البوليزاريو في خرق وقف إطلاق النار من جهته، وتجرؤ البوليزاريو كذلك على الإدارة الدولية والقرارات الأممية. إذن رئيس هيئة داعمة للبوليزاريو في البرلمان الأوروبي يقدم استقالته احتجاجا على التصرفات قد نقول صبيانية ومتهورة لجبهة البوليزاريو، مدفوعة بطبيعة الحال من حليفة وحاضنتها الجزائر التي تدعمها بالسلاح وبالعتاد العسكري وتصرف عليها الأموال، وصرفت عليها أموالا ملايير من الدولارات على اللوبيات الأمريكية للتدخل لصالح قضية البوليزاريو في الاستقلال الذاتي وإلى غير ذلك. هذه الأموال التي كان الأجدر بها أن تصرف على الشعب الجزائري الشقيق الذي يعيش المحن في ظل حكم عسكري ظالم لا يفقه شيئا لا في السياسة ولا في إدارة الدولة ولا غير ذلك. فمع كامل الأسف قد يجر الحديث هنا إلى موضوع آخر،
أظن أنه وجب علينا التحدث عليه، وهو أن إسبانيا في الأيام الأخيرة طلبت من الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالتخلي عن المرسوم الرئاسي الأمريكي الذي أصدره الرئيس المنتهي ولايته السيد دونالد ترامب، إلا أن هذا المطلب قوبل بالتجاهل التام، بل قوبل برد قوي، ألا وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد قريبا بإذن الله بنقل قاعدتها العسكرية المتواجدة فوق الأراضي الإسبانية إلى أقاليمنا الصحراوية. فماذا يمكن القول؟ ماذا يمكن القول مع هذه النجاحات المتتالية التي يحصدها المغرب وتحصدها سياسة المغرب وتحصدها الدبلوماسية المغربية التي نحييها من هذا المنبر، ونحييها ونفتخر كمغاربة، ونحيي على رأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا من جانب. وهناك نقطة أخرى أود التحدث عليها في نفس الإطار ولكن في منحى آخر. خرج علينا مؤخرا السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني والكاتب العام لشبيبة حزب العدالة والتنمية بتصريح لقناة قد نقول أنها معادية للمغرب، وكان تصريحه لا مسؤول، وكان هذا التصريح لا يخدم القضية المغربية ولا يخدم مصالح المغرب، خاصة في هذا الظرف الحساس. ونقول للسيد الوزير أمكراز: فإن كنت وزيرا تنعم بمنصب وبامتيازات في منصبك كوزير، فما هذا إلا من نعم المغرب عليك، ومن نعم مداخيل وضرائب الشعب المغربي الذي تجرأت وتكلمت وتحدثت باسمه، فمن أعطاك الحق لتتكلم باسم الشعب المغربي. إضافة إلى ذلك السيد أمكراز فقد تجرأت بالدرجة الأولى على قائد الأمة رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فنناشد الحكومة الحالية ونناشد جلالة الملك أن يقيل هذا الوزير من منصبه، لأنه تعنت وتجبر وتطاول على قد نقول على مقدسات البلاد برمتها. هذا من جانب. ولي كلمة أخرى أود أن أوجهها إلى المسؤولين ببلادنا، فنرجوكم أيها المسؤولون بالبلاد: اتقوا الله في بلادنا، اتقوا الله في هذا الوطن الذي يسير بخطوات ناجحة ثابتة نحو النجاح. وإذا كنا وصلنا إلى هذه النجاحات وحققنا كل هذه الامتيازات، فهناك في الدار
في بيتنا نحن المغاربة هناك بعض المشاكل التي وجب النظر إليها ومعالجتها في أقرب الأوقات، وأخص بالذكر بعض القنوات الإلكترونية، بعض الجرائد الإلكترونية التي والله قد مست المغرب والمغاربة في قعر بيوتها، في عقر بيوتها، وقد مست المغاربة في مقوماتها، في أخلاقها. والمغاربة ليسوا من هذا النوع الذي تدخل بيوته هذه الأنواع من الجرائد التي لا تقيم اعتبارا لا لثقافة دينية ولا لمجتمع محافظ ولا إلى غير ذلك. فالمرجو التدخل، والمرجو من المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية المحترم أن يتدخل شخصيا في وقف هذه المهزلة. جرائد لا تمت إلى الصحافة بصلة، ولا تمت إلى هذه المهنة الشريفة بأية صلة، ولا تلتزم بقواعد المهنة، مع العلم أن لا أريد أن أقول كل من يعمل بها من مراسلين وغيرهم، بل أقول جل الأكثر الأغلبية الساحقة لا يتوفرون على مستويات تخول لهم العمل الصحافي والخوض في مواضيع تافهة ودون حياء يدخلونها إلى بيوت المغاربة، فهذا عار علينا. الأجدر بالقنوات وبالجرائد الإلكترونية وغيرها أن تهتم بما هو أهم وما هو مهم للمغرب وللمغاربة، خاصة في هذا الظرف، مساندة المغرب في قضاياه وعلى رأسها القضية الوطنية. هذا هو الأجدر. وكما سلف وذكرت في الفيديو الفائت، أشكر أصحاب القنوات، وأقول بالتحديد أصحاب القنوات اليوتيوبرز في اليوتيوب والفيسبوك، المغاربة الذين تجندوا للدفاع عن الاستحقاقات التي حققها المغرب والنجاحات التي وصل إليها المغرب وحققها المغرب، ودافعوا ضد الأعداء والذين يحاولون المساس بوحدتنا الترابية وبتماسكنا الاجتماعي كمغاربة. فكانوا بكل صدق أغلبهم كانوا جنود مجندين ودافعوا باستماتة وواجهوا الأعداء. وأخص بالذكر الجيران، فأحييهم من هذا المنبر، وننتظر دائما من المسؤولين أن يأخذوا بعين الاعتبار همومنا الداخلية، هموم الشعب المغربي. فالحمد لله لم يتبقى كثيرا لطي ملف الصحراء الذي استنزف جهدا جهيدا واستنزف أغلفة مالية لا تقدر. إذن المرجو النظر إلى البيت الداخلي. أما الخارجية فشؤوننا الخارجية فالحمد لله لا نخاف عليها، فهي في مأمن. أدعو لكم التوفيق وأستسمح على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.